السلام عليكم ورحمة الله. أخي إنا لله وإنا إليه راجعون. طفلة إن شاء الله يلقوها ميتة في حوش. في حادثة مأساوية هزت ولاية وادي سوف وتحديدا قرية الكتف، عثر اليوم على جثة الطفلة كوكب طريلي البالغة من العمر 3 سنوات بعد أيام من اختفائها الغامض. الطفلة كوكب ابن الأزهر طريلي كانت محل بحث مكثف من طرف مصالح الأمن وسكان المنطقة منذ لحظة اختفائها. عمليات التمشيط شملت الغيطان والمزارع والمنازل المجاورة، واستمرت الدعوات من الأهالي والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعودتها سالمة. لكن الصدمة كانت كبيرة عندما تم العثور عليها متوفاة داخل منزل عائلتها تحت أكياس الأعلاف. الخبر نزل كالصاعقة على عائلتها وسكان القرية الذين لم يتوقعوا أن ينتهي البحث بهذه الطريقة المأساوية. السلطات المحلية فتحت تحقيقا لكشف ظروف وملابسات هذه الحادثة المؤلمة، فيما عم الحزن أرجاء المنطقة، وتدفقت عبارات التعزية والمواساة لوالدي الطفلة وأهلها. إنا لله وإنا إليه راجعون. في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يمكن أن تهز قلوب المجتمعات بأسرها، اهتزت ولاية وادي سوف، وبالتحديد قرية الكتف التابعة لبلدية أمية ونسا، على وقع خبر مأساوي أبكى الكبير والصغير. الطفلة كوكب طريلي التي لم تتجاوز بعد 3 سنوات من عمرها اختفت في ظروف غامضة منذ أيام، لتتحول قصتها من لحظة اختفاء مثيرة للقلق إلى مأساة حقيقية لا يصدقها العقل. مع الساعات الأولى لاختفائها دب الرعب والهلع في نفوس أهل القرية، وانتشرت الدعوات في كل مكان. الأمهات كن يبكين بحرقة، والآباء شاركوا في البحث ليلا ونهارا، والمناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم تتوقف. اللهم يا من رددت يوسف لأبيه رد كوكب إلى والديها سالمة، اللهم احفظها أينما كانت. لم تكن مجرد طفلة في عيونهم، بل أصبحت قضية مجتمع بأكمله. عمليات البحث والتمشيط كانت واسعة ومكثفة. السلطات المحلية جندت فرقها، والأهالي تطوعوا فردا فردا، بحثوا في الغيطان، في المزارع، حول البيوت، بين الأزقة الضيقة، وتحت كل حجر قد يخطر على بالهم. العيون لم تعرف النوم، والقلوب لم تعرف الراحة، لأن الأمل كان حاضرا بقوة، أمل عودتها سالمة. لكن القدر كتب نهاية أخرى. بعد أيام من الحيرة والانتظار، جاء الخبر الذي لم يكن أحد يتمناه. تم العثور على الطفلة كوكب طريلي جثة هامدة داخل منزل عائلتها تحت أكياس الأعلاف المعروفة بالنخالة. مشهد صادم لم يستوعبه أحد. كيف لطفلة صغيرة أن تفقد كل هذه المدة ثم تكتشف في مكان يفترض أن يكون الأكثر أمانا بالنسبة لها، منزلها؟ الصدمة انتشرت في القرية كما النار في الهشيم. الأمهات صرخت، والآباء اطرقوا رؤوسهم حزنا، والأطفال تساءلوا ببراءة: أين ذهبت كوكب؟ ولماذا لن تعود؟ الوالدان الأزهر طريلي وزوجته أصيب بانهيار تام بعد سماع الخبر، وما تزال كلمات العزاء تتدفق إليهما من كل حدب وصوب. السلطات الأمنية سارعت بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الحادثة الغامضة. هل كان ما حدث حادثا عرضيا؟ هل كانت الطفلة تلعب فسقطت تحت أكياس النخالة؟ أم أن هناك تفاصيل أخرى لم تكشف بعد؟ التحقيقات وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات، لكن ذلك لن يخفف من ألم الفقد، ولن يعيد كوكب إلى حضن والديها. هذه الحادثة ليست مجرد خبر عابر، بل جرس إنذار لكل الأسر. الحذر واجب، والانتباه للأطفال ضرورة، فالأخطار قد تكون أقرب مما نتخيل، وقد تأتي من حيث لا نتوقع. مجتمع قرية الكتف اليوم يعيش الحزن والأس، ولكنهم جميعا يرفعون أيديهم بالدعاء. اللهم اجعلها طيرا من طيور الجنة، وارزق والديها الصبر والسلوان، وكن لهم معينا في هذه المحنة. وفي ختام هذا الخبر الأليم الذي هز مشاعر الجميع، تبقى قصة الطفلة كوكب طريلي وصمة حزن عميقة في ذاكرة كل من سمع بها. طفلة في عمر الزهور، لم تبدأ بعد في اكتشاف تفاصيل الحياة، ولم تتذوق بعد معنى الطفولة الحقيقية. رحلت في صمت تاركة وراءها تساؤلات كثيرة لا تزال تبحث عن إجابات، وقلوبا كثيرة لن يلتئم جرحها بسهولة.
إن هذه الحادثة المؤلمة تذكير صارخ لنا جميعا بأن البراءة قد تواجه مصيرا قاسيا حتى في الأماكن التي نعدها الأكثر أمانا، وأن الخطر قد يختبئ في تفاصيل الحياة اليومية البسيطة التي لا نلتفت إليها. هي ليست مجرد حادثة عابرة ستطويها الأيام، بل رسالة تدعو كل ولي أمر وكل أسرة إلى رفع مستوى الوعي والانتباه والرعاية، لأن غفلة لحظية قد تتحول إلى مأساة عمرها لا ينسى. مجتمع قرية الكتف اليوم يبكي صغيرته، لكن الحزن تجاوز حدود القرية وأصبح وجعا عاما تتناقله الألسنة وتهتز له القلوب عبر كل ولاية ومدينة في الجزائر. وتظل كلمات التعازي والدعاء تتكرر: اللهم اجعلها طيرا من طيور الجنة، وارزق والديها الصبر الجميل والسلوان العظيم، وكن لهم سندا في هذا الامتحان القاسي. لكن أمام هذا الحزن الكبير تبقى الأقدار بيد الله، وما علينا إلا التسليم بحكمه، والإيمان بأن هذه الطفلة البريئة قد انتقلت إلى رحمة الله، حيث لا ألم ولا خوف ولا دموع. قد رحلت كوكب جسدا، لكنها ستظل حاضرة في القلوب، وستبقى ذكراها دعوة للحذر ورسالة أمل في أن يكون مستقبل الأطفال أكثر أمانا ورعاية. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله كوكب طريلي، وجعلها شفيعة لوالديها يوم القيامة، وألهم أهلها وكل من أحبها الصبر الجميل والرضا بالقضاء والقدر. في أقصى الجنوب الجزائري وعلى تخوم الصحراء القاسية، حيث يلتقي الامتداد الصحراوي بالمرتفعات الصخرية، اهتزت بلدية تين زواتين بولاية إنجزام على وقع فيضانات مفاجئة حولت هدوء الرمال إلى مشهد من السيول الجارفة. كانت في أعماق الأزمنة الغابرة، قبل أن يخط الإنسان أول كلمة، وقبل أن يبني أول مدينة، وقبل أن يخط على الصخور أول رمز مقدس، كانت الجزائر مسرحاً واسعاً مفتوحاً على الوجود الإنساني منذ أزمنة بعيدة لا تقاس بالقرون ولا حتى بالآلاف من السنين، بل تقاس بمئات الآلاف من الأعوام التي لا يستطيع. كان يقطع آذان الإرهابيين الذين يقتلهم، يعلقها دليلاً على انتقامه وذكرى سوداء لكل من يجرؤ على الاقتراب من وطنه. لم يفعل ذلك حباً في العنف، بل فعلها لأنه عاش الجرح عميقاً، لأن الإرهاب قتل عائلته، فحول حزنه إلى سلاح وانتقامه إلى رسالة: أن الجزائر لا تهزم. ففي زمن عصيب، هل تتذكرون ذلك الزمن؟ حين كانت شاشة التلفزيون الجزائري نافذتنا الوحيدة على العالم، حين كنا ننتظر نشرة 8 وكأنها حث وطني، وجوها حفظنا ملامحها.